رجل أعمال جابها من تحت الصفر وبقى ليه هيبة وكل الناس بتعمل له حساب. عنده أكبر شركة حراسات لتأمين أكبر وأشهر نجوم الفن ورجال الأعمال. ظهر في مسلسلات وهنشوفه في دراما رمضان 2026 والحكايات على السوشيال ميديا. بيلعب بالملايين وبيلبس كمية ذهب كبيرة. حكاية أفندينا إسماعيل دولار. إيه قصة الجلاد وإزاي بدأ؟ تعالوا نشوف القصة. في وقت النجاح فيه مرتبط بالترند والضجة الكبيرة، لكن الرئيس إسماعيل دولار المشهور بأفندينا والجلاد قدر يثبت ان النجاح الحقيقي ليه طريق تاني، وهو طريق الشغل والطموح، وانك تبني نفسك بنفسك، وان الشهرة ما جاتش من فراغ ولا صحى في يوم وليلة لقى نفسه صاحب شركة واسمه معروف. بداية اسماعيل كانت بسيطة قوي زي اي شاب مصري عنده حلم انه يبقى صاحب شغل، واشتغل على نفسه لحد ما بقى رجل اعمال وليه كاريزما بعضلاته الضخمة والشياكة اللي في لبسه، وصاحب شركة دولار للحراسات الخاصة والانتاج الفني، وكمان شارك في اكتر من مسلسل، وبقى صاحب اشهر الفنانين في الوقت الحالي. إسماعيل دولار اسمه الحقيقي إسماعيل إبراهيم، وهو من مواليد 6 يونيو 1981، صعيدي وعايش في امبابة، واتخرج من كلية تربية رياضية جامعة القاهرة، وبعد كده اشتغل على نفسه وجسمه بقى عبارة عن كتل وعضلات لحد ما أسس شركة الحراسات الخاصة واللي بتأمن المشاهير والفنانين، وصيتها وصل كمان لدولة الإمارات وبتقوم بتأمين حفلات ومناسبات هناك. اسم دولار بقى الأشهر في ألقاب إسماعيل، وكتب كلمة دولار على إيده بالوشم باللغة الإنجليزية، واسم الشهرة ده جه لأنه الدولار عملة غالية، وإسماعيل بيحب دايما يبقى غالي وعنده هيبة قدام نفسه مع الناس، وعشان كده بيحافظ على شياكته في اللبس والسلاسل الذهب الضخمة اللي بيلبسها في رقبته. وقدر إسماعيل دولار انه يشارك في كذا عمل فني زي المسلسلات مع انه من مجاله الاول، والبداية كانت مع مسلسل السيدة الاولى واللي اتعرض في شهر رمضان 2014، وبعد كده ظهر في مسلسلات تاني زي هجمة مرتدة ونسل الاغراب وموسى. والمفاجأة ان إسماعيل دولار هيشارك في مسلسل وننسى اللي كان بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، واللي هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي 2026. وعن حياته الشخصية هنلاقي ان اسماعيل بيحب اصحابه وجيرانه وبيتعامل معاهم باحترام وحب ومفيش تكبر، والدليل ان لما جه يعمل فرح ابنه عمله في منطقة امبابة وحضروا كتير من المشاهير والفنانين ورجال الاعمال. دايما الناس بتعمل الف حساب للجلاد اسماعيل دولار، ومش علشان بيخافوا منه، لا علشان معاملته المتواضعة مع الناس. وعلى السوشيال ميديا بنلاقي اسماعيل دولار مش بس رجل اعمال، لكنه شخصية واضحة وصريحة، بيشارك جزء من يومه وشغله وكواليس الحفلات ونجاحاته مع متابعيه اللي وصلوا لملايين، ودايما بيوجه نصايح للناس وبيحكي معاهم عن الخبرات اللي كسبها من حياته. ده خلاه قريب من الناس وعمل ليه قاعدة متابعين بتشوف فيه نموذج مختلف لرجل الأعمال المصري. قصة إسماعيل دولار بتقول إن النجاح مش حكر على مجال واحد، وإن اللي بيشتغل بضمير ويغامر في الوقت الصح ويطور من نفسه يقدر يعمل اسم في أكتر من عالم. وإسماعيل دولار مثال لشخص عارف هو عايز إيه ومشى عليه خطوة بخطوة لحد ما بقى اسم اللي وزنه واحترامه في مجال الحراسات الخاصة، وكمان التعاون مع بعض شركات الإنتاج الفني لتأمين المسلسلات، مع ظهوره في بعض المسلسلات والأعمال الفنية.